اغلى نوع شوكولاته مصري شفته في حياتي. طب انا دلوقتي لو عايز اكل شوكولاته وعامل دايت او في مشاكل في السكر او مش عايز اكل سكر، ما اكلش. ايه ده؟ الشوكولاته التي خطفت قلوب الملايين. مين فينا ما بيحبش الشوكولاته؟ احتمال يكون في ناس ما بتحبش الشوكولاته بس اكيد هم مش كتير. المانجو قعد يفكر وسال نفسه سؤال، هو مين بيعمل احسن شوكولاته في مصر؟ سؤال منطقي. ولما فكرت في فكره الحلقه دي قلت انا هجيب الشوكولاته اللي بالحليب، الشوكولاته الساده يعني، عشان دي اللي هتبين بجد جوده الشوكولاته. بس اكيد الحلقه مش هتبقى سهله كده، لان المنتجات اللي معايا صحيح كلها شوكولاته بالحليب بس مش كلها زي بعض. في منها اللي سعره غالي وسعره رخيص، في اللي بسكر وفي اللي من غير سكر، في الشوكولاته العاديه وفي الشوكولاته النباتيه، وفي الانواع اللي بقى لها اكتر من 50 او 60 سنه ورجعت وعملت ريمونتاج. لا ده احنا كده نودي بقى. وادي حصلت الخير، هنحط اللي ربنا قدرنا عليه. كورونا شوكولاته موجوده في مصر بقى لها اكتر من 100 سنه، بيعملوا منتجات كتيره جدا وحاجات اتربينا عليها. البار ده هم مسمينه كينج سايز، متفقين مع بعض. المكون الاساسي في الشوكولاته هو زبده الكاكاو، واكيد انا ما اقصدش زبده الكاكاو اللي بتتحط على الشفايف. زبده الكاكاو هو نوع من انواع الدهون اللي بتستخرج من بذره الكاكاو، وهو المكون الاساسي في اي بار شوكولاته محترم. بس يا ترى كل الانواع اللي معايا مستخدم فيها زبده الكاكاو؟ هنشوف. ده شكل بار الشوكولاته، مرسوم عليه طبعا الغزاله بتاعتهم اهي، واتكلمنا على قصه الغزاله دي قبل كده. في ريحه كاكاو واضحه، والبار بتاع كورونا مستخدمين فيه زبده الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا حلوين من زمان، طعم الشوكولاته واللبن حلوين، بس عندي كومنت واحد على كورونا ان بيبقى فيها سنه مراره بسيطه تحسها مودياك على الدارك شوكليت. فاستفتحنا كده في كورونا طعم وقيمه مقابل سعر، نقدر نبدا ب7 من 10. نفصل بشويه ميه. بما ان احنا بقى لسه في حقيبه الذكريات، كوفرتينا على العريس. الشوكولاته دي احنا اتربينا عليها وبقى لها زمن الزمن، بس اختفت من السوق فتره ورجعت ظهرت في الكام سنه اللي فاتت. كاتبين من عليه بقى رسائل كتير قوي هنا، قال لك هلو ماي نيم از كوفرتين، نايس تو سويت يو، ماي هارت فور يو فور. حد عايز يقول حاجه تاني؟ احنا نباتيه بس صنايعيه. هنا بقى في كوفرتينا قال لك شوكولاته باللبن ببدائل زبده الكاكاو، الحته دي كده. طب احنا عرفنا معنى زبده الكاكاو، ايه بقى بدايل زبده الكاكاو؟ دي بتكون عباره عن بعض الزيوت النباتيه واللي بتستخدم مع خلطه معينه كده عشان تديك نفس الافكت او احساس زبده الكاكاو. واكيد ده مش افضل بس ممكن يكون مناسب لبعض الناس. الهفه اللي كانت في كورونا مش موجوده هنا بقى. شكل البار اهو. بسم الله. سكر قوي بقى، واضح ان موضوع بديل زبده الكاكاو ده لازم يزودوا السكر. طعم السكر اوفر جدا، طعم الكاكاو او الشوكولاته اقل بكتير، وده ما عجبنيش. فللاسف كوفرتينا دي بالمواصفات دي 5 من 10. مارفل مكتوب عليها بلجن تشوكلت تيست، وبرده شوكولاته بالحليب، وعاملين بقى الديزاينات الجديده والحاجات اللي هي شكلها الوان ومطرقعه دي، وبرده مكتوب عليها ان هي بديل زبده الكاكاو. اظن موضوع بديل زبده الكاكاو ده بيساعد ان الشوكولاته تبقى ارخص. نفس هفه كوفرتينا كده. شكل البار اهو، مكتوب من هنا سويتانا، تقريبا ده اسم الشركه. بسم الله. رغم انها بديل زبده الكاكاو بس هم عاملين حاجه في الخلطه مخليها السكر مش عالي قوي، طعم اللبن قوي وباين قوي، يعني مخلينك مش قافل. طبعا طعم الشوكولاته اقل من كروم، فمارفل هيبقى واقع بين الاثنين. 6 من 10. اخدك معايا رحله بقى لشمال افريقيا. ماكسون شوكولاته انتاج جزائري، مكتوب عليها من فوق فيجي كاو، كنا عملنا عليها حلقه قبل كده. فيجي كاو دي في الغالب جايه من فيجيتيريان وكاو، البقره النباتيه، وده معناه ان هم هنا مستخدمين زيوت نباتيه مش زبده. كده احنا فهمنا اللعبه. الحاجات اللي فيها زيوت نباتيه او معموله من بدائل زبده الكاكاو بيكون سعرها ارخص من التاني. شكل البار وراسم لك من هنا البذره بتاعه الكاكاو. لو حضرتك اصلا ما فيش كاكاو انت بتبيعها لي بالنظر يعني. بسم الله. رجعنا للسكر العالي، بس الفرق هنا ان طعم الفانيليا عالي قوي، فالتركيبه كلها على بعضها مش واو. ده هيضم جنب كوفرتين. 5 من 10. ندخل بقى على الشوكولاته اللي عملت قلبان في الفتره الاخيره. ديسباسيت. قدروا هم ياكلوا الجو بالديزاينات بتاعت الشوكولاتات، الالوان اللطيفه، استخدموا الاي اي في التصميمات بتاعتهم، طلعوا حاجه شكلها حلو، معمول من زبده الكاكاو مش من بدائل زبده الكاكاو. الهفه لطيفه، مكتوب من هنا ديسباسيت اهو. بسم الله. لبن طعمه باين قوي وعلى الرايق، تشعيره فانيليا صغيره. ديسباسيتو 8 من 10. كوكاتو. هنا تحس ان التصميم بقى بدأ يقرب من شكل ديسباسيتو شويه، بس تصميم ديسباسيتو شكله احلى. سعر البار ده 40 جنيه، ومكتوب في مكوناته ان هم بيستخدموا زبده الكاكاو مش بدائل. دوق كوكاتو. انا ملاحظ ان كواليتي التغليف اقل من الانواع اللي فاتت، يعني اقل من ديسباسيتو مثلا ومارفل. الكيس ده كده ايه، تحسه خفيف شويتين، كرتون من بره اقل شويه. المهم القالب يا منجوجو. شكل البار اهو. بسم الله. وانا حاسس ان الشوكولاته خفيفه، يعني مفيش دسامه اللبن، طعم الكاكاو مش بوم، السكر تحس ان تركيبته مش ماشيه. ممكن عشان لسه بيبداوا مثلا، ان شاء الله نجربه مره كمان ونشوف ايه الكلام. كوكاتو بالنسبه لي 6 من 10.
طب انا دلوقتي لو عايز اكل شوكولاته وعامل دايت او في مشاكل في السكر او مش عايز اكل سكر ما اكلش. تفتكر المانجو هيسيبك؟ سويتانا شوكولاته بالحليب شوجر فري او بدون سكر متحليه بسكر الاستيفيا. هنا بقى سويتانا دربكني شويه لانه مكتوب ان في زبده كاكاو وبديل زبده كاكاو. توهني يعني. اما ندوق ونشوف ايه الكلام. هو المفروض اللي انا فاهمه كده ان الشركه دي هي اللي بتنتج مارفل برضو اللي احنا جربناه. في هفه كده ريحه مختلفه شويه. نفس الكلام برضو اللي مكتوب على مارفل بس هنا تحس لونها دارك شويه اغمق من اللي احنا جربناهم كله. بس انت مش كاتب دارك. بسم الله. ايه ده؟ في ايرور ابن لذينه. فكره ان انت بتاكل شوكولاته ما فيهاش سكر حرفيا غريبه شويه. طعم الشوكولاته حلو بس فيها سنه مراره الدارك او الشوكولاته الغامقه. المفروض ان انتوا كنتوا واعديني ان فيها ستيفيا فالمفروض احس بطعم سكر. ممكن تبقى مناسبه لبعض الناس لكن على وضعها كده الصراحه ما عجبتنيش قوي. فسويتانا 6 من 10. نرد تاني على شمال افريقيا. الشوكولاته التي خطفت قلوب الملايين شوكولاته ساي انتاج تونسي. جربنا منها قبل كده اللي كان محشيه من جواها كريمه لباني طبعا معموله بزبده كاكاو مش ببدايل. شكل البار من جوه اهو. بسم الله. هي تونس بخير في الشوكولاتات يا جدعان. كل حاجه مظبوطه بالشعر. الشوكولاته والكاكاو طعمهم حلو قوي. اللبن خطير. السكر مظبوط بالشعر. فابو السيد ياخد 9 من 10 وهو حاطط رجل على رجل. بس المهم تبقى متوفره. قبل ما نرجع من تونس بقى ماي ثيك ولازم نقولها ماي ثيك بالث. انتاج نفس شركه سيد. البار اهو. بسم الله. طعمها قريب قوي من سعيد بس سعيد فيها حاجه زياده مبهره اكتر. مش عارف ايه هي. تخطف كده. فمايسك ككواليتي وكجوده وكطعم حلوه بس لازم تاخد اقل من سعيد درجه. 8 من 10. ينام. هنا الشكل مختلف بقى. شوكولاته دائريه حط لك من هنا زي كوكب الارض كده. لما دخلت حاولت اترجم معنى اينام لقيت المعنى موديه ناحيه الحاجه الاوريجينال او الاصليه. يعني عارف بقى ده معنى صحيح ولا لا. معموله طبعا واكيد من زبده الكاكاو مش من بدايل. بس الغريب ان مكتوب عليها كميه حاجات ورا كتير قوي. يعني مكتوب ان هي يمكن ان تحتوي على كاجو فول سوداني سكر سوربيتول مانجا ليتشي ماندرين. مش عارف هنا يقصدوا الاطعمه ولا كل ده جواها. مش قادر احدد. يعتبر وزنها اكبر من اللي فاتوا كلهم 120 جرام. انا بحاول ابرر يعني. اوه لا هو احنا هنا قدام حاجه مختلفه. هي دي مش المفروض ان هي تعامل انها شوكولاته عاديه. دي ممكن تبقى رايحه في سكه الهدايا. شكلها من جوه اهو. الغلاف نفسه من هنا فيه نقط كده تحس ان انت يعني على كوكب الارض فوق او على المريخ مثلا. مكتوب لك في النص هنا a rewarding piece of art اللي هو حاجه ممكن تستخدم يعني لو انت ايه مديرك راضي عنك وعايز يدلعك. متخانق مع خطيبتك وعايز تظبط الدنيا. لكن اكيد مش هجيبها وانا قاعد مع حمص على القهوه مثلا. شكل الدايره اهو مفرغه من جوه. بسم الله. طب خلينا نتفق على حاجه. كطعم شوكولاته وكواليتي اكيد عالي. دسامه بقى وطعم وسكر مظبوط وكل حاجه. لكن لو احنا بنتكلم هنا في التقييم ومقارنتها بالانواع اللي احنا جربناها هنديها 8 من 10 عشان طعمها حلو. جنب بقى الدنيا وارجع لكم برشامه الحلقه. خلاصه الشوكولاته بالحليب في مصر. الترشيح الاول بالنسبه لي هو الشوكولاته دي سيد او سعيد. طعم وجوده وسعر كل حاجه بوم. الترشيح الثاني ديسباسيتو كواليتي محترمه طعم حلو قوي بس زي ما قلنا السعر لو اتظبط عن كده الموضوع هيبقى عسليه. الترشيح الثالث كورونا طعمه قريب قوي من الحاجات الغاليه سعرها معقول جدا. في حته نوستالجيا بتاعت زمان. وبس كده. لو عجبتكم الحلقه بقى ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير وكل الحاجات الجميله دي عشان تدعموا اخوكم وحبيبكم المانجو وعشان كمان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه اول ما تنزل. لكل المانجوز سي يو.